السلام عليكم الاخوان والاخوات ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد، ونتمنى من الله تكونوا في احسن الاحوال وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو هذا. في هذه الحلقه هذه غادي نهضروا على ابرز او اهم الاحداث اللي طرات في سنه 2023 او نقدروا نقولوا ملخص سنه 2023. نقدر الاخوان والاخوات نقدر ننسى شي حدث او جوج او ثلاثه، ذكروني بهم في تعاليق، وفي اخر الحلقه من تسمعوا لهاد الاحداث هذه كامله اللي غادي نقول لكم او ابرز الاحداث اللي طرات في 2023. بغيتكم في اخر الحلقه تسمعوا لهاد الاحداث كاملين، بغيتكم تهبطوا التعاليق وتكتبوا هاد سنه 2023، بغيتكم تلقوا عليها شي عنوان، ولكن تسمعوا الاحداث كامله. فبسم الله على بركه الله نبداو الحلقه ديال اليوم. اول حاجه غادي نبداو بزلزال تركيا وسوريا اللي وصل لمقتل 50,000 شخص. زلزال باكستان مقتل ازيد من 1000 شخص. زلزال الحوز بالمغرب مقتل 3000 شخص، الله يرحمهم كاملين. انتشار البق في فرنسا اللي كان دار واحد الضجه في واحد الوقت وكان غادي ياثر عليهم حتى الاولمبيات اللي كانوا غادي يديروا في سنه 2024. انتشار مخدر البوفا في المغرب. الاخوان، مخدر البوفا راه مخدر قديم الاخوان، راك شحال هذه غادي ندير عليه حلقه، راه هو اللي كيطلقوا عليه اسم الكراك، كان منتشر بزاف سيرتو في شمال المغرب. فملي دخل نقدروا نقولوا ملي دخل المدن الداخل عاد باش انتشر بكثره، اما هو مخدر راه قديم ماشي جديد. مقتل الطفل الجزائري نائل على يد شرطي فرنسي. توقعات ليلى عبد اللطيف او نقدروا نسموها مخططات، راه كنت درت عليها حلقه الاخوان. مخططات اللي كانت دارت ضجه وباقا لحد الان كدير ضجه بهذوك المخططات اللي كتقول. وما نساوش توقعات العالم الهولندي اللي تنبأ بزلزال تركيا وسوريا، وتنبأ حتى بزلزال الحوز في المغرب. طوفان الاقصى اللي كان في 7 اكتوبر وكان الرد من الكيان الصهيوني في 9 اكتوبر. ضجت المثليه الجنسيه في العالم اللي اصبح شركات او ماركات عالميه كتدعم المثليه الجنسيه، ولا دابا عندهم الدرابو ديالهم، ومستقبلا تقدر كاع تسمع بانهم راه خداو شي ارض وداروا فيها الدوله ديالهم، لان ولات المثليه الجنسيه ولات كتخلع في العالم. الغواصه اللي غرقات في اعماق البحار. واحد رجال الاعمال، 4 ديال رجال الاعمال كانوا خداو واحد الغواصه وبغاو يكتشفوا حطام سفينه تايتانيك، ومشاو وغبروا ما عرفوهمش فين مشاو. وكان هاد الحدث هذا كانت تنبأت به حتى ليلى عبد اللطيف او مخطط. انا هذيك السيده ما بقيتش فاهم فيها والو. اعلان احتضان المغرب، هذا القرار هذا خرج من الديوان الملكي، احتضان المغرب كأس العالم ملف راه كلشي كيعرفوا بشراكه مع البرتغال واسبانيا. ولا ننسى كأس افريقيا حتى هو اللي غادي يتنظم في المغرب سنه 2025، اللي الشعب المغربي كامل كيطالب باننا هاد الكان هادي ديال سيرتو ديال 2025 تكون من نصيب المغرب ان شاء الله. غادي ندوزو دابا المغرب. اضراب الاساسيه اللي باقي دابا في المغرب. غلاء المعيشه، نقص في تساقط الامطار، وانتشار البطاله في المغرب كانت 7 ولا ما عرفتش في المية، دابا راه غادا ل 9 و10. الحرب اللي كاينه الاخوان دابا في السودان، دابا الاخوان راه هاد الوقيته اللي كنسجل فيها دابا فيديو راه اخواننا في السودان راه كيعانيو الاخوان. دابا غادي هاد الاحداث هادو خليتهم هما الاخرين. هاد الاحداث اللي غادي نقول لكم دابا في الاخر كتعلق كامله بالسعوديه، وراكم عارفين دابا السعوديه شنو ولاو كيديروا كل مره كنسمعوا صدمه. اول حاجه غادي نبداو بها هي افتتاح صالات القمار في السعوديه. يا سيدي، افتتاح صالات القمار ماشي غير الرجال، وافتتاح صالات القمار ومختلط ما بين الرجال والنساء، وهادشي راه كان دار ضجه. اختفاء الكثير من العلماء، هادشي الاخوان راه في السعوديه
ولاو العلماء الان راه ما بقاوش في السعوديه، اي واحد كيهضر على الحق ولا شي حاجه راه كيديو الحبس. كتسمع غير 20 عام 10 سنين 15 عام. واللي كانوا بعض العلماء اللي عندهم الفلوس وعندهم هذا فراه خرجوا وهاجروا من السعوديه لانه عليهم ضغط كبير. واحد الخبر اللي انتشر دابا غير مؤخرا هو ديال خبر ازاله جبل احد و70 قبر من الصحابه. هادشي قالك بغاو يحيدوا. كما كتعرفوا جبل احد وما ادراك ما جبل احد، اللي كان كاع الرسول صلى الله عليه وسلم كان واحد الحديث شهير انا غادي ندوزو لكم اللي هضر فيه على جبل احد. امير محمد بن سلمان بغى يحيد هاد جبل احد وبغى يحيد المقابر ديال الصحابه. لا اله الا الله. يقدر هذا الفيديو الاخوان يتضرب ولا شي حاجه خليوها على الله صافي. مهرجان الرياض اللي غادي نسميه مهرجان العري. كما كتعرفوا الاخوان هذيك الفنانه اللي كانت ما غاديش نسميها فنانه بين قوسين غنسميها، كانوا جابوها وسمحوا لي على هاد الكلمه هذه، كانوا جابوها وبدات كتلفظ هي راه كتغني وكتلفظ بواحد الكلام اللي انا ما نقدرش نقوله لكم. هذا راه داخل في مهرجان الرياض، مهرجان الكلاب. يعني السعوديه خرجت ليها ديال بصح مهرجان الكلاب. وانتشار ولاو كي دابا المراقص الليليه البيران فهادشي راه صافي راه صادقات عليه السعوديه وغادي يبداو يديروا في هادشي هذا. والله الا زعما هادشي هذا كنقول فيه والله الا كيضر في الخاطر. يعني ملي السعوديه واللي فيها المكه وفيها يعني الاسلام منبع الاسلام يعني خرج من تما. وشوف دابا واش هادشي علامات الساعه الله اعلى واعلم. مهم هادشي اللي كيطرا في السعوديه بكل صراحه ولا كيخلع. كاين واحد الحدث يلا زدتو دابا هو يلا هذا مؤخرا هو البركان اللي كاين دابا في ايرلندا. ما عرفوش هذا البركان منين خرج. فهاد الشيء اللي كان الاخوان كانوا هادو هما اهم او لا ابرز الاحداث اللي طراو في سنه 2023. كما قلت لكم في بدايه الحلقه الا نسيت شي حدث او لا جوج او لا ثلاثه ذكروني به في التعاليق. وبغيتكم طلقوا شي اسم على سنة 2023 وكنتمناو من الله سنة 2024 تكون سنة احسن من 2023. 2023 صراحه دازت سنه قاصحه شويه، فنتمنى من الله سنه 2024 تدوز علينا كامله بخير وعلى خير. ماشي غير حنا المغاربه المسلمين كافه، تكون هاد السنه ديال 2024 سنه تفاؤل سنه الخير. واخا بعض الاحداث كتخلع فنتمنى تفاءلوا خيرا تجدوه. وشنو نسميو هذا الفيديو اخر فيديو في سنه 2023؟ ما عرفتش والله ما عرفتش. انا راه دابا كنصور هذا الفيديو في 22 ديسمبر، ما عرفتش امتى غادي تشوفوه. فهاد الشيء اللي كاين الاخوان. نتمنى من الله ينال الاعجاب ديالكم. كثروا الاخوان من الله لي لايك ولي كومونتير، راه محتاجه الاخوان الدعم ديالكم. اخر حاجه اللي غادي نقول لكم الاخوان هي السلام عليكم.